أن هذه الدنيا فانية، قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. اللهم هون على محمد سكرات الموت. تخيل حبيبنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هون على محمد سكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت منه تفر وتهرب. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قولوا لا إله إلا الله. الموت أيها الأحباب لا يهاب عظيما ولا يرحم صغيرا ولا كبيرا ولا رئيسا ولا مرؤوسا. إذا جاء الأجل لا يقدم ولا يتأخر. أحبائي في الله، كل المشيعين في هذه اللحظة، كل واحد منا يتخيل نفسه في هذه اللحظة أنه هو الميت، وأنه هو الذي يقبر ويغلق عليه الباب، ثم ينادي عليه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا ابن آدم لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك وغلقوا عليك الباب، وإن دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا أموت. لا إله إلا الله. ونحن نودع حبيب من أحبابنا. أحبائي في الله، هذا الحبيب يحتاج لدعاء واحد صالح منا، أن الله سبحانه وتعالى يكرم نزله، وأن يوسع مدخله، وأن يثبته عند السؤال، وأن يبدله بدار خير من داره وأهل خير من ولده. اكثر من اللهم ثبته عند السؤال. كابتن الو، انا جوه. ان شاء الله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة له قراط ومن تبعها لا قراط. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ننول قراطين إن شاء الله. إذا كان الميت مجهولا في أي شيء فإن شاء الله إخواتي موجودين، الحاج مجدي إن شاء الله وأحبابه يسد دين هذا الميت أو السماح من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله العزاء بعد صلاة المغرب والعشاء. الشارع بص اللي ورا ده. اللهم نقيني من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس بالماء والثلج والبرد.
البقاء والدوام لله لبورسعيد، البقاء والدوام لله لجميع الرياضيين في بورسعيد. مات الأدب، مات الأخلاق، مات الإنسان، مات الأخ والصديق. أعتقد أن يمكن خدمت مع هذا الرجل لأكثر من 10 سنوات، ويعني لم نرى منه إلا كل خير. رحمة الله عليه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم وسع مدخله. إن شاء الله بإذن الله نحسبه عند الله بإذن الله من الصالحين. إن شاء الله بإذن الله بنعز أنفسنا وبنقول للحاج محمد إلى جنة الخلد إن شاء الله. محمد شرف كان من الناس المحترمة جدا، وكان من الناس اللي دايما متعاونة مع الشباب والرياضة، واحنا كنا ما نؤخرش عن النادي الملك في أي شيء، ونسأله ربنا كده يجعله من أهل الجنة وطيب سراء ويجعل مأواه ويأسوا هذا القبر يا رب، ويجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. هل في يوم اختلفت معاه في يوم من الأيام ولا حاجة؟ أبدا ما حصلش والله، الحمد لله رب العالمين. كان راجل قريب وكان متفاهم معانا جميعا. لو كنا اختلفنا في السياسة كنا اختلفنا في المصلحة العامة، لكن هو في الأول وآخر كان راجل محترم، ونسأله إن شاء الله يدعى الجنة بإذن الله على أحد، وربنا يكرمه إن شاء الله. أكيد طبعا تعاملك مع الأستاذ محمد السنة دي والموسم دوت كان في تعامل كبير بينك وبينه. مش تعامل، ده من الناشئين وانا بتعامل مع الحاج محمد شرف الله يرحمه، هو اللي مربيني وهو اللي اساسا وانا كنت لعيب وكابتن الفرقه لغايه لما كنت مدرب، هو اللي بيساندني وهو اللي بيدعمني. مفيش كلام يتقال، الله يرحمه وربنا يثبته عند السؤال. تأثرت برحيل الحاج محمد؟ طبعا يعني الحاج محمد بالنسبه لي اب اللي محدش يعرفه في النادي، ان هو من اول وانا ناشئ صغير وانا بتعامل مع الحاج محمد شرف، حتى خارج النادي كنت بتعامل معاه. بقول لك الله يرحمه احسن الله يرحمه. تقول كلمه ايه في وفاه الله يرحمه محمد شرف؟ من الشخصيات المحترمه، الشخصيات الناجحه، الشخصيات اللي اضافت كتير جدا لبورسعيد والنادي المريخ، وبقى لله وربنا يكرمنا ويجمعنا عليه يا رب في الجنه كده ان شاء الله. شايف في رحيل الحاج محمد نادي المريخ هيتاثر؟ يعني انت عارف الوقت بقت التغييرات بقت كتيره، وانا شايف الامور ماشيه، وزي ما انت شايف كده النجاحات في مصر حتى قليله، فمش هتفرق يعني، انما هو البقاء لله فيه، ويا رب كده يجعله اخر الاحزان يا رب. الحمد لله احنا بورسعيد فقدت رمز من الرموز المعروفه خصوصا في المجال الرياضي، واحنا كمجلس اداره النادي المصري جايين طبعا نقدم واجب العزاء في المقابل الاليم لبورسعيد كلها، وربنا يجعل مسؤول الجنه باذن الله يعني. عبد أنفسنا عبد شعب فقدنا النهارده واحد من أهم الشخصيات الرياضية في بورسعيد، واحد فعلا من الناس المحترمة، الواحد اللي كان ليه بصمة والله كل شعب بورسعيد النهارده فعلا فقدنا شخصية محترمة جدا. شفنا الحب الجارف النهارده للاستاذ محمد في توديعه، ما كانش حد متوقع ان هو في يوم من الايام ان احنا نفتقد واحد زي الاستاذ محمد، خصوصا ان هو يعني ما زال بعض يظن ان هو ما زال قدامه العمر طويل. طبعا ان الله وان الله راجعون. شايف السعيد كلها موجوده في جنازه الاستاذ محمد شرف. دي الحقيقه رساله لكل واحد، كل انسان، هو ده اللي باقي حب الناس. النادي المصري بيرسخ ان هو دايما داعم لكل الانديه في بورسعيد ولكل الانشطه الرياضيه في بورسعيد. طبعا النادي المصري هو الاخ الكبير لانديه الشارع، ووجودنا في المواقف دي وضع طبيعي. الحمد لله الراجل اضاف للمريخ حاجات كتير، النهارده اتحرمنا منه، وعايز اقول له الله يرحمك، الحمل تقيل علينا من غيرك. اكيد كان وجود الاستاذ محمد في رئاسه مجلس اداره المريخ كان عمل ثقل للمجلس الاداره. مدينا قوه، كان مدينا حب بنشتغل مع حب. النادي كان بياخد من كل واحد فينا عضو مجلس اداره اكثر من 18 ساعه في اليوم، حبا فيه وحبا في المكان. يا رب يعوضنا عليه حاجه حلوه، يا رب يعوضنا بيه بحاجه خير. اخر حديث دار بينك وبين الاستاذ محمد كان قبل ما يخش المستشفى بيوم، ثم تاني يوم المستشفى قال لي انا كويس، بس بعض الفحوصات والتحاليل. بعد كده قالوا لي ان هم في غيبوبه تامه. زرته مرتين في المستشفى، اخرها من 3 ايام، ما كانش بيكلف في غيبوبه تامه، والحق خد حقه. وحزن بورسعيد وحزن نادي المريخ فيه مش هيتعوض. وبقول له الله يرحمك ويسكنك جنته برحمته، وربنا يعوضنا بخير ان شاء الله يا حاج.